اليوم طلعت من بكير على السوق مشان أجيب أواعي للبنات للعيد ومشان أرجع لحق أساوي فطور. فتلت أكتر من محل يا جماعة، مو معقول. كلها طقومة رسمية وكأنه الأولاد بدهم يروحوا على شي اجتماع، وكل المحلات نفس البضاعة. بعدين أجلتها لبعد الفطور، روحت على البيت وقلت لحالي بجيب البنات أحسن، لأنه أنا ما بحب بدل ورجع، وبعد الفطور بكون الواحد مرتاح وما في وراه شي. روحت على البيت ودغري بلشت بالفطور، وكان جوزي جايب لي الأغراض وقال لي اعملي لنا صواني دجاج ولحمة بالفرن. المهم غسلت الجناحات والفخاد، نظفتهم منيح بالملح والخل والليمون وصفيتهم بهالصينية، وهلأ بدي أحط عليهم بصل. جوزي جايب لي كل بصلاية قد راسه. هاي الأكلة بدها بصل، وكل ما كترنا البصل بتطلع أطيب. فرمتهم وحطيتهم على الدجاج ورشيت لهم رشة ملح، وبعدين حطيت لهم من العلبة فلفل أسود، ما في داعي للمعلقة، من العلبة دغري، ما في داعي للرسميات، صرتوا منه وفينا. حطيت بابريكا حلوة وبابريكا خشنة، وحطيت شوية كركم أصفر. نخلطهم مع بعض منيح لحتى الدجاج ياخد نكهة البهارات كلها. وضفت لهم كاسة مي صغيرة، يعني قدر كاسة شاي بس، وزيت زيتون، كترت زيت زيتون لأنه هاي الأكلة بدها زيت زيتون. بعدين غلفتها بقصدير وعلى الفرن على نار هادية شي ساعة. واللحمة بالعادة أنا بجيبها هيك بدون لا بصل ولا بقدونس، جوزي جايب لي إياها وحط عليها بصل وحط عليها بقدونس، والبقدونس أكتر من اللحمة الله وكيلكن. حطيت لها فلفل أسود وبابريكا حلوة وبابريكا خشنة وشوية ملح وخلطتهم مع بعض، بس حسيتهم كتار على الصينية فشلت منهم شوي، حطيت بصينية تانية ومديتهم بالصينية. أنا بحس هاي الأكلة أسهل أكلة بالعالم، ما علينا سوى إنه نمدها بالصينية وقامت وخلصت، ونزينها. شو بدكم بتزينوها؟ أنا زينت بالبندورة وحطيت بندورة كرزية هيك بالنص، وحطيت فليفلة حدة، وحطيت معلقة سمنة ولفيتها بقصدير، وعلى الفرن كمان شي ساعة على نار هادية كمان بدها، وبس صارت من تحت منحمرة من فوق. وهي الصينية التانية عملت لها شكل تاني. بيني وبينكم تعجزت إني سطح لها بندورة، حطيت لها بندورة كرزية وقرنين فليفلة، وحطيت لها معلقة سمنة وغلفتها بالقصدير ولحقتها بأختها. وهون بدي ساوي عصير جلاب، حطيت شوية مي، وكنت جايبة قصنص التوت حطيت شوي منه. أنا بصراحة أول مرة بعمله. حطيت كاسة سكر وحطيت فيمته، هاي إضافة من عندي، بس طلعت طعمته كتير طيبة، بس مو مثل نكهة الجلاب. يا ريت يلي بيعرف طريقة الجلاب يحكي لنا. خلطتهم وحطيتهم بالبراد لوقت الفطور. وهون عملت رز بشعرية تشكيلي، لأنه بنتي المتجوزة اتصلت وقالت لي ماما جايين نفطر عندك، ومثل ما بتعرفوا الصغار ما بيشبعوا غير برز. وعملت كمية قليلة ما كترت مشان ما يزود، وفي لحمة وفي دجاج وأكل كتير والحمد لله. وهي الرز استوى وصار جاهز، وصواني اللحمة صاروا جاهزين، لحقتن الحوق كانوا رح يحترقوا، الله ستر. وهي صينية الفروش كمان صارت جاهزة، ما شاء الله منظرها بشهي. وهون بلشت أفرم بالفتوش. حطيت حبة بندورة واحدة بس كبيرة، وفرمت عليهم شوية بقدونس وشوية خس وشوية بصل أخضر وخيار. هون حسيت الجعط صغير عليهم، حطيتهم بجعط كبير وحطيت لهم بندورة كرزية. وبزبدية حطيت معلقة سماق ومعلقة نعناع ناشف وشوية ملح وشوية زيت وعصير ليمون، وخلطتهم مع بعض. حطيتهم فوق الفتوش وخلطتهم مع بعض وصار الفتوش جاهز. وآخر شي زينته بالخبز المقلي وحطيت له شوية دبس رمان، وهيك صارت سفرتنا جاهزة. أفطرنا والحمد لله ولله الحمد، الله يديمها النعمة ويحفظها من الزوال يا رب. ما شاء الله كان كتير الأكل طيب وبشهي، وخاصة الفروج كتير كتير طيب مع البصل ومع زيت الزيتون، يا سلام. وهون كانوا الصغار عم يتمايعوا وما عم ياكلوا مثل العالم والخلق. من بعد ما خلصنا فطور بلشنا بالجلي. هون بنتي المتجوزة كانت عم تليف لي بناصب الغاز الله يرضى عليها، وبنتي التانية عم تنظف الغاز، هاتي دك والحقني خايفة أضافرها يا بعدي. أنا بصراحة بنتي المتجوزة بتفش قلبي بالشغل أكتر من بنات التانيين، الله يرضى عليهم ويرضى عنهم ويعطيهم ألف عافية، ما في أحلى من البنات. الصبايا لما تروحوا على بيت أهاليكم بتشتغلوا ولا بتضلوا قاعدين؟ وهون من بعد ما خلصنا قعدنا نحضر مسلسل أولاد بديعة، حطينا قهوتنا وقعدنا نشرب ونتفرج على المسلسل، والحمد لله كانوا الأولاد ملتهيين باللعب. وهون الله لا يوفق أبو الهول كان عم يضرب بسكر، يا حرام قتلة قتلي حشكلبك، الله يكسر إيديك على هالعملة، بس طلعت شاطرة هالسكر قدرت له. بعدين لبست البنات الصغار وطلعنا على السوق، أخذتهم مشان اشتري لهم أواعي العيد. حلوة الطلعة كتير بعد الفطور، وكان السوق أزمة كتير كتير، ما بعرف لشو عاملين هالأزمة، بالشوارع بمحلات الأكل بمحلات الأواعي، لشو كل هالأزمة هي؟ ويوم العيد بتلاقيهم نايمين. شايفين ما شاء الله الشوارع كلها مليانة. حبيت أصور لكم هيك مقتطفات لتشوفوا كيف. والجو كان ربيعي بجنن.
هذا الشارع اسمه شارع دراغمة. هون وقفوني بناتي الصغار بدهن ذرة، اشتريت لهم كل وحدة كاسة، الكاسة بنص دينار. وبصراحة أنا بحبها كتير للذرة كمان. والأشياء اللي بتتاكل بالشارع سبحان الله إلها نكهة خاصة. بما إنكم حبيتوا هيك فيديوهات صرت كل ما أروح على السوق أصور لكم. الله وكيلكم صرت فرجة للرايح والجاي، وخاصة بالمفرق عنا بالأردن، يعني إنه شي غريب إنه وحدة ماسكة الجوال وعم تصور، وخاصة إذا كان في بنات بالطريق. يعني كنت حاول قدر الإمكان ما أطلع البنات. المهم هون كمان بناتي وقفوني بدهن بوظة كمان، كل ما شافوا شي بدهن منه. هاي بوظة النورس كتير طيبة. المهم اشتريت لهم بوظة ومشينا بالشارع. هذا اسمه شارع البلدية. هذا الشارع على طول أزمة، يعني دايما مسكر من الأزمة. وهون وصلنا شارع ريهام شوز اللي فيه محلات الأواعي. وهون كانت بنتي كتير مبسوطة بالطقم، عم تقول تنزيلات، كله جديد كله رخيص. والله ما في شي رخيص. المهم اشتريت لهم كل وحدة طقم وطلعنا أخيرا من المحل، ورجعنا على البيت بعد معاناة ورجعت مفلسة ولسه ما كملت.